بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أمارات؟ النهاردة إن شاء الله فيديو النهاردة هنعمل الزبادي. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتبقى عايزة كل يوم تعملي زبادي، وهنقول على التكات بتاعته ازاي ان انت تعملي زبادي احلى من بتاع المحلات واحلى من الجاهز، وما يسردش معاكي مية ولا يبقى محتت. يعني بصي هتعشقي الزبادي وهتبقى عايزة تعمليه كل يوم. نبدأ الفيديو بتاعنا كده ونسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. مبدئيا كده عايزة تعملي الزبادي في كوبايات براحتك، عايزة تعمليه في برمة فخار زي ما انا بعمل كده مفيش اي مشكلة. بصي اللي يريحك اعمليه. تمام. انا عندي هنا بقى حبايب قلبي 2 كيلو لبن اهم، بسم الله ما شاء الله، حطيتهم في القدرة بقى القروبة بتاعتي ديت اللي بغلي فيها اللبن على طول. انا غليت اللبن وسبته يبرد خالص، سبته يبرد خالص. الكيلو بتحطي له كوبايتين زبادي من الصغيرة دي او واحدة من الكبيرة دي. تمام. يبقى الكيلو بتحطي له 2 صغيرين او واحدة من الكبير. انا عاملة هنا 2 كيلو، فانا هزود الزبادي شوية، يعني هعمل 4 كوبايات زبادي. طبعا بتسيبي اللبن لحد ما يبرد خالص وتحط صباعك فيه كده تستحمليه، يعني تحس ان هو دافي وصبعك مستحمل اللبن، ما تعملهوش هو سخن. ليه بقى؟ لو عملتيه هو سخن هيقطع منك وهتحس ان هو ان انت بتاكلي بقى ايه، جبنه كده او ممكن يبقى صايص ما يمسكش. فهو الافضل ان انت تسيبيه لحد ما يدفى وتحط صباعك فيه كده تستحمليه. تمام. طيب بنجيب بقى طبق فاضي وتفضي الزبادي بتاعك في طبق فاضي، وتاخدي شويه من اللبن اللي انت غليه دهوت بتاعنا ده اهو، وتقومي بقى ايه ضربهم بمضرب سلك بمعلقه بشوكه زي ما انت عايزه. تتاكدي بقى ان هم بقى هتحسيهم كده عاملين زي الكريمه او زي القشطه. تمام. اول ما تدوبيهم بقى وتتاكدي ان الزبادي داب، تقوم جايه نازله بقى عليه ايه، تنزلي عليه باللبن، على اللبن، يعني تنزلي عليه على اللبن بالزبادي ده على اللبن، وتقلبي بقى تقليبه كويسه، ولا تحتاجي خلاط ولا اي حاجه. عايزه تنزلي بيه كله في الخلاط براحتك، عايزه تعملي زي ما انا عملت كده براحتك، بس انا بعمل كده على طول وما بحبش الخلاط عشان بيعمل رغاوي. تمام. تقلبي بقى كده وتجيبي بقى الصينيه بتاعتك اللي طبعا احنا مولعين الفرن، يعني قبل ما ابدا فيه انا مولعه الفرن. تولعي الفرن بقى لحد ما تخلصي، وتقومي بقى مدخله الزبادي بتاعك الفرن. وتقومي طافيه بقى، يعني انت هتولعي الفرن حوالي ربع ساعه اول ما تبداي، كانك هتعملي كيكه بالظبط. وبعدين تقومي طافيه الفرن ومدخله الزبادي وطافيه الفرن ومغطيه. تمام. انا عندي هنا بقى انا بحب اعمل الطواجن الصغيره كلها اللي عندي. انا جايبه الطواجن دي مخصوص، الصغيرين قوي دول اصغر حجم، جايباهم مخصوص علشان الزبادي. بقوم جايبه بقى ال2 كيلو لبن املاهم كلهم، نقعد بقى ناكل فيهم يومين 3 عشان ما اعملش بقى كل يوم. تمام كده خلصت بقى ال2 كيلو لبن اهو. اللبن بقى بسم الله ما شاء الله، اللبن بخير ولبن فلاحي، بيبقى بيبقى مضمون وتعمليه وانت مطمنه. تمام. انا بقى سخنت ميه بقى في البراد اهو، سخنت ميه في البراد، والميه ما تبقاش بتغلي. الميه اوعي تغلي الميه، يعني هي دوب تسخن بس، شوفوا طالع منها بخار بس ما غليتهاش، ما تغليش الميه علشان برضو الزبادي يعجبك ويوصل للنتيجه اللي انت حباها، ويبقى كريمي وقشطه زي اللي انت شفتوه دلوقتي كده. طيب طيب يا حبايب قلبي، انا جبت بقى الاسترتش اهوت، وهغطيه بقى بالاسترتش او فويل او اي حاجه. المهم بقى قبل ما تغطي بالفوط تغطي باسترتش او بفويل، تضمني ان هو يعني يبقى يدفى جامد، يدفى قوي. يعني شوفوا انا فردت الاسترتش اهو، بعد فوقيه الفوط بتاعتك او اي حاجه عندك ما انتش محتاجاها. انا دايما مخليه فوطين عندي للزبادي مخصوص، بغطي بيهم الصواني وادخلهم الفرن، وهتغطي الصواني بالفوط وتقوم مدخلاهم الفرن، وتفتحي عليه بقى بالليل، يعني تعمليه الصبح تفتحي عليه بالليل لما تيجي تسحري. ومش كل شويه بقى تفتحي عليه وتقولي هبص عليه تبردي الفرن، لا اوعي تفتحي عليه الا بالليل بقى عند السحور بقى، تقومي شايلاه من الصواني بقى وترمي الميه دي وتحطيه بقى في التلاجة. تمام كده حبايب قلبي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، وان شاء الله يعجبكم وتجربوا الزبادي بطريقتي، وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه. وكل الف سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الله.